إحسان اللهم يا ذا الجلال يا ذا الفضل والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوات السائلين يا من يجيب دعاء المفضل إذا دعاه ويكشف السوء نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا استغثت به أغثت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استنصرت به نصرت أن تجعل لنا مسلمين من كل هم من فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية ومن كل سقم شفاء ومن كل مرض دواء ومن بعد عسر يسرا ومن بعد صبر عزة وسعادة وبصرا وتمكينا ونصرا اللهم اشف مرضانا وعاف جرحانا وفرج عن أسرانا وأسر شهداءنا الفراديس العلى في الجنان اللهم أسكنهم الفراديس العلى في الجنان واجزهم خير الجزاء عن أمة القرآن واقم على ذويهم الصبر والسلوان برحمتك يا ذا الجود والإحسان اللهم يا الله يا الله أطعم جائعنا وأمن خائفنا واكسر عارينا وآوي شهيدنا اللهم لم شعثنا واحد صفنا واجمع كلمتنا وقول قوتنا وجد مودتنا وأعلي رايتنا وسدد رميتنا واحكم خطتنا اللهم يا قاصم الجبابرة يا قوي يا قهار يا منتقم يا جبار يا من لا يحدثك في الأرض ولا في السماء شيء يا من بيدك ناصية كل شيء نسألك بقدرتك على كل شيء أن تهلك بشارا وأتباعا وأعداء دينك كلهم أجمعين اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا وزدهم هوانا وفرقة وانتكاما واختلافا وذلا وتكثيرا اللهم احصهم عددا بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم ارسلنا وأرسل أهلنا ودورنا وجيارنا والمسلمين في خزائن حفظك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام يا أكرم الأكرمين واجعل أمة الإسلام خيارها وصلحاءها واجعل لها من أمرها يسرا ورشدا ومرفقا اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك مخلصين لك الدين اللهم احسن لنا بالشهادة في سبيلك لإعلان كلمتك مسلمين غير مسلمين وبيض وجوهنا يوم لقائك يا رب العالمين وأقمنا بصدق العبودية بين يديك وأنعم علينا بكمال الإخلاص لوجهك الكريم وأقمنا بكمال التوكل عليك يا ذا الفضل العظيم اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في هذه البلدة الطيبة على طاعتك وعبادتك ونصرة دينك ومحبتك فاجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى من جنتك يا رب العالمين واجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم وثقل به موازيننا يوم لقائك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات وصل يا ربنا وسلم وبارك على قائدنا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله إمام النبيين والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد المجاهدين وأسوة الشاكرين والذاكرين والصابرين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أيها الأخوة حياكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم المحب لكم في الله عز وجل ولأهل الإسلام كافة عطية الجيبي أبو حفص وفي الأصل من مدينة قبلية بفلسطين مدينة الإمام الطبراني أحمد بن سليمان المحدث الشهير المتوفى من 360 بالهجرة. بعد جاء فلسطين هاجرنا إلى الجولان مواليد هروة الجولان طبعا شرفت فيها المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية. بعد بيع الجولان أصبحنا من سكان المخيمات مرة أخرى كنا أيضا في الجولان عندنا اختيار يعني كنا أيضا شهور والوجود. وبعد يعني بيع الجولان أصبحنا من سكان مخيمات اللاجئين النازحين وليس اللاجئين لأن اللاجئين تبع 48 فإحنا رتبتين يعني في درعا والآن قدمت عن آخرها طبعا ما بقي منها شيء هذه المخيمات. وبعد ذلك في الثمانينيات 81 هاجرت مع إخواني من جارة أخي أبي فراس وقالت جيرتنا وبيننا أسباب المودة والمحبة وعشنا معا في ظلال هذا الدين
في ظلال الكتاب وفي ظلال السنة فجرنا وشردنا وطردنا وطوردنا لأننا نقول الله ربنا والقرآن دستورنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا والجهاد سبيلنا، وهذا هو الذي يؤذينا من أجله ويؤذى شعبنا من أجله ويؤذى أهلنا من أجله في هذه الأيام من قبل هذه العصابة المارقة المجرمة المجوسية التي ركبت حمار القومية وحمار البعث، طبعا البعث العرب يسمونها، وشتتتنا وجعلتنا شيعا وأحزابا. نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا وأن يبقيكم وأن يبقي أهلنا وشعبنا ذكرا للإسلام والمسلمين وأن يكرم هذه الأمة بنصره وتأييده. أيها الإخوة، كلامي لحضراتكم وهذا الكلام إنما أستوحيه من جهادكم وصبركم وثباتكم ودفاعكم عن كتاب ربكم صلى الله عليه وسلم ودفاعكم عن حقائق الإسلام الكبرى ومعالمه العظمى. محاضرتي لكم بعنوان معالم على الطريق، ولكن ليس معالم على الطريق لسيد قطب رحمه الله تعالى الذي استشهد عام 66 900 وقتله عبد الناصر ظلما وجورا وعسفا وطغيانا، لأنه فعلا وضع المعالم الكبرى على الطريق، وإن كان بعض هذا تجده في تلك المعالم الكبرى التي ذكرها رحمه الله تعالى بدماء الزكية الطاهرة. المعلم الأول يا أحبائي الأعزاء، أمة الإسلام أمة واحدة. هذا هو المعلم الأول. نحن أيها الإخوة أمة واحدة مذ أكرمنا الله عز وجل برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومذ أشرقت شمس الإسلام على الوجود واستنار قلب الكون بها وضمير الحياة بها وفؤاد الإنسانية بها. نحن أمة واحدة. هذه الأمة هي أمة التوحيد وأمة الوحدة. أمة التوحيد لأنها قامت على توحيد الله عز وجل، ولأنها قامت على عبادته وحده لا شريك له. ومن أجل هذا أيها الإخوة بعث الأنبياء والمرسلون جميعا، ما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المتواتر وفي متواتر الكساء ويعقوب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيضا بالجر، وغيره على كل حال هي الصفة في الحالتين مع اللفظ وإما على المحل. إذن أيها الإخوة نحن أمة واحدة. هذه الأمة الله ربها وغايتها، محمد صلى الله عليه وسلم رسولها وقائدها وزعيمها، القرآن والسنة دستورها ومنهاج حياتها، الجهاد في سبيل الله عز وجل سبيلها وطريقها، الموت والشهادة في سبيل الله عز وجل أمنيتها والأوسمة التي يكرم الله عز وجل بها أبناءها. إذا نحن أمة واحدة أيها الإخوة قامت على توحيد الله عز وجل، عبادته وحده لا شريك له، لا أصنام ولا أنداد ولا لات ولا عزى ولا هبل، ولكن العبادة لله عز وجل العزيز الأجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الأمر الأول. وهذه الأمة أيها الإخوة أمة واحدة، أمة التوحيد وأمة الوحدة، تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أمة واحدة، ولا يمكن أن تكون لها وحدة إلا في ظلال التوحيد. إن كان هناك توحيد هناك وحدة، ليس هناك توحيد ليس هناك وحدة. ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، هؤلاء ضحكوا علينا طويلا يعني عمري الآن 61 تقريبا، بدأت الشيخ أكثر مني بشوية يعني يا أخواني. ومع ذلك أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة أهدافنا حشاكم إلى آخره كلها مطلوبة. أول شيء وحدة. وين الوحدة اللي ضحكوا علينا؟ بعدين أمة عربية شتتونا. يا أخي نحن أمة إسلامية واحدة تجمع شمل المسلمين في المشارق والمغارب.
فيها العربي وفيها الكردي وفيها